إذا أراد المصلي أن يصلي صلاة المغرب ملتحقا بالإمام والإمام يصلي صلاة العشاء وهو في الصف الأول أو في غير الصف الأول، حكينا إحنا جاء متأخرا المأموم وقد فاتته الصلاة الأولى صلاة المغرب وأراد أن يصلي صلاة العشاء، هنا في هذه الحال يصلي مع الإمام صلاة 3 ركعات، صح؟ هو فرض أن يصلي المغرب فيصلي مع الإمام 3 ركعات ثم يجلس ويتشهد ويسلم وينفصل عن الإمام عن صلاة الجماعة. هذا هو حكم صلاته. يبغي يصلي صلاة العشاء ركعة واحدة مع الإمام، لازم شو يسوي؟ يلحق بالإمام قبل أن يرفع رأسه من الركعة الرابعة للإمام، الأولى له للمأموم، صح؟ فإذا التحق ولحق بالإمام حسبت له شنو؟ ركعة، حسبت له ركعة. هذا تحسب له ركعة متى؟ إذا لحق بالإمام وهو راكع، لازم يلحق بالإمام والإمام شنو؟ حتى إذا انتهى من الذكر ما يخالف. أهم شيء الهيئة، أهم شيء الصورة، أهم شيء الركوع. طالعوا إيدي، الركوع أهم شيء. فتحسب له ركعة ويكمل ما بقي عليه من ركعات. تبقى على كم ركعة المأموم؟ 3 ركعات.